قصر البارون. القصر معروف إنه مكان غامض وفي حكايات كتير مرعبة. في ناس بتقول إن القصر مسكون وإنك ممكن تسمع أصوات غريبة بالليل، وفي قصص بتقول إن البارون نفسه كان بيمارس طقوس غريبة، طقوس سحرية جوه القصر. القصر مليان غموض وأساطير، واحد من ضمن الأساطير المشهورة عنه هي عبادة الشيطان. بيقولوا إن القصر ده كان فيه أنشطة غامضة وطقوس غير تقليدية. القصر مليان غموض وأساطير، واحدة من ضمن الأساطير المشهورة عنه هي عبادة الشيطان. بيقولوا إن القصر ده كان فيه أنشطة غامضة، طقوس غير تقليدية، وكان فيه اعتقاد إن سكانه الأوائل أو زواره كانوا بيعملوا طقوس لعبادة الشيطان. في نص الليل. التصميم الغريب والمباني المزخرفة للقصر زودت الأساطير دي، وبيقولوا إن الهندسة المعمارية فيه بتحتوي على رموز وأشكال مرتبطة بالقوى الخارقة. كمان في تقارير عن مشاهدات لحاجات غريبة وظواهر غير مفسرة بتحصل في القصر بالليل، وده زود غموضه وخلى الناس تخاف منه. لكن لازم نوضح إن الأساطير دي مش مؤكدة ومفيش دليل قاطع عليها، وبتفضل جزء من الفلكلور الشعبي المحيط بالقصر. القصر مش مبنى عادي، ده تحفة فنية. البارون بان رجل أعمال بلجيكي، وهو اللي بناه في بداية القرن العشرين. القصر اتبنى على طراز معماري هندي، واللي بيخليه مميز جدا. المساحة الكلية للقصر حوالي 1100 متر مربع، وده بيخليه من أكبر القصور في المنطقة. القصر مبني بحيث إن الشمس تدخله من كل الزوايا، واللي مش متخيلينه إن في برج بيلف على مبنى من الطراز الهندي علشان تشوف مصر كلها من كل الاتجاهات. يعني وانت جوه القصر ممكن تشوف كل حاجة